من الابتلاءات اللي يبتلي بها رب الناس كثرة الهدرة وقليل العمل. قاع يهضروا واللي يخدم فيهم قليل، قاع داخلين في القيل والقال، لكن صاحب الأعمال الصالحة فيهم قليل. كان هذا من الابتلاء ومن عذاب الله لهؤلاء الناس. يمحقهم ربي، يمحقهم في العمل الصالح، يكثر فيهم ماذا؟ القيل والقال. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله كره لكم ثلاث حوائج، منها القيل والقال. اللي يترك الجدال هو محق، هو محق، الحجة معه، الدليل معه، الحق معه، ولكن يتكلم مع إنسان هذاك الإنسان ما معاه السلاك، ما تسلكش منه، يجادلك. فمن ترك هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ايش معنى ربض الجنة؟ في نواحيها وأطرافها، في النواحي تاع الجنة، في الأطراف تاع الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن.